كده تمام، خلصنا كله اهي. بقت في منتهى الجمال. تحطي بقى في الفينو للولاد يتعشوا حاجة كده في منتهى الجمال. طعم وريحة بجد خطيرة خطيرة خطيرة، بتدوب في البق. اعملوها بطريقتنا وجربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وإن شاء الله تعجبكم. وانتظرونا في وصفة جديدة. كنت معاكم رحاب حسين. تعمليها بقى سندوتشات للولاد الصبح في اللانش بوكس، أو تعمليها لهم عشاء خفيف. أحلى شاورما بجد، حاجة ريحة بصي مش عايزة أقولك، طعم وريحة جميلة جدا. هنجيب الفراخ البانيه، هنقطعها شرايح كده اهو. تمام. وهنتبلها معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة صغيرة من بتوع الشاي، معلقة بهارات فراخ، ومعلقة بابريكا. تمام. هننزل بالتوابل كلها عليها. تمام. تمام. هنزل عليهم بعلبة زبادي او كوباية او ربع فنجان زي ده كده، او فنجان لبن رايب او لبن عادي. انا ما كانش عندي زبادي ولا لبن رايب، نزلت بفنجان الا حاجة بسيطة كده لبن عادي. تمام. وهنزل بحاجة بسيطة برضو كده خل. الخل بيسويها حلو. بنص فنجان بس خل. تمام. نص فنجان صغير خل، خل ابيض عادي بس. وهندعك ده كله في قلب بعضيه، وهنحطها في التلاجة لمدة 3 ساعات او 4 ساعات. تمام. هندعكها كلها في بعضها وايه، ونحطها في التلاجة لمدة 4 ساعات عشان تتبل. وبعد كده هنقطع لها فلفل رومي الوان اصفر واحمر واخضر، وبصل شرايح. تمام. بس كده هحطها في التلاجة تتبل، وبعدين هنرجع تاني نوريكم هنعملها ازاي. كده تمام خلاص. كده بقالها في الفريزر 3 ساعات. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنقدح شوية زيت. نقدح شوية زيت. تمام. وهننزل بيها. لازم نسمع التشة دي كده. تمام. بس هنحطها كلها كده ونسيبها خالص على النار عالية لما تشرب ميتها. تمام. مش هنقلبها ولا نيجي جنبها، هنسيبها لحد ما تشرب ميتها خالص. بعد كده هنجيب بصل شرايح وفلفل الوان اصفر واخضر واحمر، او احمر واصفر على حسب اللي عندك. هننزل بالبصل، هي تمام كده شربت كل المية بتاعتها. هنزل بالبصل عليها. تمام. هنشوح معاها البصل كده كده شوية. بعد كده بننزل بالفلفل في الاخر خالص. الله على الريحة بقى، مش عايزة اقول لكم الريحة في منتهى الجمال. حبة شاورما جميلة جميلة جميلة. تعملي جنبها بقى بطاطس محمرة وشوية سلطة، وتغدي ولادك او تعشيهم.
عشوة سهلة وخفيفة للولاد ومش مكلفة. هنشوح معاها البصل كده، وبعد كده هننزل بالفلفل شرايح كده. تمام، برضو هنقلبها معاها كده تقلبتين. تمام، الريحة في منتهى الجمال، مش عايزة اقول لكم يعني. بصوا في حاجة كده، لو الكاميرا بتتكلم وبتقول على الروايح كانت بص يعني قالت لكم الدنيا فيها ايه. حاجة كده تحفة والله، حاجة جميلة جميلة جميلة. يا سلام بقى في نهاية الكلام ده كله كده تروحي حاطة معلقة زبدة كده مع الزيت، وقلبي بقى، وهاتي الفينو بتاعك واعملي للولاد عشوة لذيذة وخفيفة وحاجة كده في منتهى الجمال وطعم وريحة ونظافة. مش عايزة اقولك جميلة جميلة جميلة. في منتهى الجمال. هنغطي عليها 5 دقايق بالظبط وهنطفي. تمام كده، تمام، خلصنا كله اهي. بقت في منتهى الجمال. تحطي بقى في الفينو للولاد يتعشوا حاجة كده في منتهى الجمال، طعم وريحة بجد خطيرة خطيرة خطيرة، بتدوب في البق. اعملوها بطريقتنا وجربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وإن شاء الله تعجبكم. وانتظرونا في وصفة جديدة. كنت معاكم رحاب حسين.